اليوم نزل معانا في اف سي موبايل عثمان ديمبلي باوفر 117 في الاس تي، كيليان امبابي كذلك الامر في الاس تي بيوصل برضه الاوفر 117، الجولدن بوي لامين يامال ار دبليو باوفر 116، وعلى الناحيه الشمال ستويشكوف برضه باوفر 116، ساحر نص الملعب بيرلو باوفر 116، والجوهره البرازيليه في مركز الكام زيكو بيوصل لاوفر 117. ومع نزول حدث التوت وتغيير نظام اللعبه بالكامل الحمد لله قدرت اجمع حوالي 80,000 جوهره، واللي هندخل هنفتح بيهم وان شاء الله هنعد ونشوف هنكسب كام لاعب باوفر 116 وكام لاعب باوفر 117، وهل الحظ بعد التحديث كويس ولا لا. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا على الفيديو. اول حاجه يا شباب لازم نبدا بيها وهي الديفيجن رايفلز، ان الديفيجن جوائزه اتغيرت تماما، وطبعا عايز اعرفكم ان انتوا لازم تدخلوا وتستلموا الجوائز، لان في ناس مش بتستلم الجوائز. فانت هتدخل على الديفيجن وهتدخل على المكافئات وتدخل على مكافئات الصعود وتسترد الكل على الثلاث انماط بتاعت الديفيجن. هتستلم حوالي 9000 جوهره، وكمان هتستلم نقاط ترقيه التصنيف، فانصحك ان انت تدخل تجيبهم. وكمان حاول بقدر الامكان تتاهل لبطل فيفا، ولو تقدر تتاهل ل10 او ل20 نجمه فروح يا معلم وتاهل وحاول تتاهل ليهم. وادي هنا يا جماعه بقى معانا 60,000 جوهره، طبعا هنكمل عليهم كمان شويه، ولكن تعالى نفتح بال60,000 الاول. طبعا ال60,000 ما انصحكش خالص ان انت تفتح بتذكره وكده، يعني انصحك على طول يا معلم تفتح بال10 تذاكر. طبعا اول حاجه كده هتاخد بالك منها وهي ان الباكيجات اصلا ما بقتش في المتجر وبقى ليها مكان مخصص. فانت يا معلم هتعمل ايه؟ هتقوم جايب الجواهر بتاعتك وتقوم داخل جايب ال10 تذاكر دول. ما انصحكش خالص تفتح تذكره، هوريك الحظ بتاع التذكره كمان شويه، وهوريك الحظ بتاع ال10 تذاكر مره واحده. طبعا جبنا هنا 20 تذكره مره واحده، وهتطلع بره خالص كده، وهتدخل على حدث التوتي نفسه اسمها سحب توتي، او من الداخل اسمها درافت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح يا معلم هذه الباكات، بتديك 10 لعيبه من حدث التوتي، قد يكون فيهم لاعب 117 او 116 باذن الله نستفيد منه. اول فتحه توكلنا على الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله فرنسي استي امبابي بقى وعثمان ديمبلي. عموما انا بفضل ديمبلي 5-5 في القطعه الضعيفه، بالنسبه لي هو احسن من امبابي الصراحه. يا رب اكسب ديمبلي. انجليزي مش فرنسي خالص. استي ده هاري كين يا رب يكون 116 105 تمام، يعني مش هحتاجه، بس 115 كان نفسي الصراحه في حد 117. هنفتح مره تانية وخلي بالك لو فتحت الباكج ده 90 مره هيديك لاعب مضمون من 116 ل 117. الفتحه الثانيه ايطالي سيبي مالديني او نيستا تقريبا، مالدينا او نيستا. هو نيستا باوفر 115. انا زهقت من ال 115، انا عايز 116 يا جدعان، مش عايز انا 115. حرفيا بتلاقي اللعيبه 114 ديزيري دوي ومبويمو وماتيتا والناس دي، لكن انا عايز 116. فتعال كده نفتح فتحه بتذكره واحده. هل من الممكن ان يخرج لنا بها احد؟ هاري كين تاني كده. حرفيا ضيعنا 90 تذكره. اوف ميسي وكفاره حلو قوي كده. ضيعنا حرفيا 90 ضيعنا 30 تذكره، وللاسف ما طلعناش غير ميسي 114 وهاري كين مرتين 114 ونيستا 115 وكفاره سخيليا 114، ولا واحد فيهم يدخل تشكيله الصراحه. فتعالوا يا جماعه موجود هنا معانا تذكره في القسم الدوري. تعال نجرب الباكج اللي بتذكره واحده. لسه شايف بوست دلوقتي بيقول لك ان الباكج اللي بتذكره واحده الحظ فيه احسن من ال10 تذاكر. تعال نجرب مع بعض. هندخل على السحب توتي. انا بتلخبط كل ما ادخل على المتجر عشان افتح الباكج انسى ان هو اصلا غيروا مكانه. فدلوقتي بقى هنجرب الباكج اللي بتذكره واحده بس يا رب. اسبانيا تقريبا ما فيش حد اسباني. ما تقول ده لامين يامال. هو لامين يامال اوفر 116. يا نهار ابيض لاعب اوفر 116 ده من تذكره. انا عايز اعرف واحده. ايوه يا جماعه ده طلع من اللي انت ما تفتح 100 باكج. طلع لي من الباكج ال70 تقريبا او الباكج ال60، طلع لي اللي هي بتاعت ال100 سحبه، فطلع لنا لامين يامال اوفر 116. ده طبعا من باكج 116 ل 117، بس هو بص هي ليله كده، بس اكيد انت فاهمني يعني. فطبعا لامين يامال هيدخل التشكيله بتاعتنا، بس انا عايز اعرف بس هو بيلعب في مركز الار ام ولا لا. عايز بس عشان احطه مكان العويران بيلعب في الار ام. حلو قوي. فكده انا هطور لامين يامال للاوفر 121 وينزل مكان عمنا العويران اللي قاعد معاه فتره كبيره جدا. عويران مميز جدا في السرعه
مميز جدا في الارتوهات، ولكن انتهى وقتك يا عمنا للاسطوره لامين يامال، واللي ما توقعش ان هو ممكن يطلع من تشكيلتي مثلا بعد 3-4 شهور مثلا. انا عايز بس اوريكم ايه اسوأ حاجه في الحدث ده كله. شايفين اللعيبه اللي احنا كسبناها دي كلها؟ دول عاملين 35 نقطه. عارف عشان ناخد لاعب 117 لازم ندفع 900 نقطه. دي أسوأ. كل الحدث تقريبا تمام، يعني مش متضايق من اي حاجه نزلت النهارده، ولا الغاء باكج 3000 جوهره، ولا اي حاجه حصلت. دي الحاجه الوحيده اللي مضايقاني. فيعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ست. ايه صعبت موضوع المقايضات دي خالص. ولكن تمام يا معلم. دلوقتي بقى انت بتبدل اللعيبه من 108 ل 112 وتاخد تذكره. فطبعا هنا هناخد تذكرتين، فهنفتح بيهم وان شاء الله يحصل زي ما حصل مع الباكج بتاع لامين يامال. عموما النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها دي فعلا هي اسوأ نقطه للاسف في اللعبه حاليا. اتمنى انها تتعدل قريب ويرجع قسم المعرض، وان المشكله دي بس تكون في الحدث ده، وقسم المعرض يرجع في الاحداث القادمه. اول تذكره مفيش اي حاجه، لاعب 108. تاني تذكره بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بقى حاجه، يا رب حاجه. شكله كده الحظ سيء جدا، وهنضطر ان احنا نفتح 98 سحبه عشان يطلع لنا لاعب من 116 ل 117 مره تانية. قبل ما نعمل اي حاجه يا جماعه، هنا في حاجه جامده جدا نزلت بتقول لك احصائياتك السنه اللي فاتت. يعني انا مثلا بدات اللعبه من 2024، لعبت 681 يوم اف موبايل، والسنه دي دخلت على اللعبه 348 مره او 348 يوم، وهنا كسبت 300 ماتش تقريبا. لا، سجلت الدخول لاكتر من 300 يوم. ده قعدت 300 يوم بحالهم بسجل في اللعبه، وجمعت اكتر من 1,800,000 جوهره. يا نهار ابيض. وهنا 1,600,000 جوهره و28 مليار كوينز. تخيل دول لو كنت حوشتهم كان الحساب كان عامل 10,000 دولار ولا حاجه. تعالى نشوف التعاقدات بتاعتك. انا جبت 2000، تعاقدت مع اكتر من 2000 لاعب. تخيل، تعاقدت مع اكتر من 2000 لاعب. ابرز لاعب تعاقدت معاه كان رونالدينيو، انا مش فاكر امتى انا اصلا تعاقدت معاه. والتشكيله بتاعتك كانت مذهله، شكرا يا ستي. ايه، وتعاقدت مع لعيبه من 19 حدث مختلف داخل اللعبه، وده رقم كبير جدا. يعني لو قلنا ان كل شهر بينزل حدث او 2 فده رقم كبير جدا. اتمتع بطل اللعبه بالكثير من الظهور على الشاشه، ان انا بلعب اللعبه كتير او حاجه زي كده. وانجازاتي بقى في الديفيجن، انا انجازاتي ايه في الديفيجن يا ست؟ فيفا. يعني انا ما بلعبش ديفيجن كتير عشان نكون صريحين، انا ما بلعبش ديفيجن كتير، بس يعني لما بكون فاضي بلعب. الهجوم التنافسي وصلت ل 40 نجمه، الوجه لوجه ل 10 نجوم، ونمط المدير الفني 5 نجوم. مش بلعب كتير انا الصراحه. بيقول لك هنا انا لعبت 1700 ماتش في الديفيجن، يعتبر مش كتير. وجبت قبل كده جون الفوز في الدقيقه 96 و24 ثانيه، وكسبت 2-1. يعني تخيل تخسر بجون في الدقيقه 96، ده الصراحه حاجه انا كنت هتضايق لخصمي. فريق العام بقى احسن تشكيله ليا: هنري انا متفق، جورجي بيست متفق، تورام انا معايا نسختين من تورام، حرفيا اي نسخه لتورام بيبقى هاكر معايا في اللعبه. ديناكلي برضو كان وماتيوس برضو كان جامد جدا، شيفشنكو طبعا كان جامد. فالتشكيله نوعا ما كويسه الصراحه. كان في لعيبه يعني احسن انا لعبت بيها بس تمام. ولاعب العام في فريقي هو تورام. تخيل يكون لاعب العام في فريقك هو مدافع. احسن حارس كان عندي فاندر سار، واحسن لاعب كان عندي جورجي بيست، كان جامد جدا جورجي بيست الصراحه. فدي انجازاتي في السنه اللي فاتت. عايزك برضو تقول لي انجازاتك السنه دي، وعايزك تقول لي جمعت كام جوهره. تقريبا 1000 مليون و800 جوهره، 1,800,000 جوهره. شوف يعني قول لي انت جمعت كام جوهره، قول لي كده تحت. تعالوا يا شباب نفتح شويه باكات في الوقت الاضافي. عايز اجرب الصراحه الحظ. طبعا الباكات اسوأ ما يكون، اقصى لاعب ممكن يطلع لك هو 115. بس يعني تعالى كده نفتح اللعيبه ال 115 وال 114. مش هتستفاد منها بتشكيلتك، ولكن ممكن تستفاد عن طريق المؤيدات او الحاجات دي كلها. فهنفتح باكج ال 4000 نقطه بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله. 114 او 115. محمد صلاح حلو قوي. محمد صلاح اوفر 114. الفتحه الثانيه باذن الله تعالى ان شاء الله برضو النسخه كده 114 او 115. 111 فيكتور جواكيرس. الفتحة رقم 3 آخر 4000 معانا يا ست. إيه سبورتس يعني لاعب 114 115 بقى. جواكير لا جيراسي مهاجم نادي بروسيا دورتموند. الصراحة يعني نوعا ما الحظ كان كويس. لاعب 115، لاعب 114، ولاعب 113، ولاعب 111. مرة تانية بقى نرجع للباكات. عايزين بقى يا جماعة بجد أنا عايز أكسب لاعب أو 2 كده 117 و116 مرة تانية. تعال نفتح بتذكرة واحدة
لوكاكو يعني حسبي الله ونعم الوكيل. ندخل بقى في التقيل، بسم الله يا رب يا رب. بولندي ده ليفا اوفر 114. تخيلوا بقى بعد الباكات والحاجات اللي احنا فتحناها دي كلها كسبنا النهارده 50 نقطة من رحلتنا لتجميع 900 نقطة. جمعنا 3 تذاكر مرة تانية. يا جماعة انا عايز اكسب حاجة قبل ما اخلص الفيديو. انا عمال اجيب تذاكر من كل حتة، انا عايز اكسب اي حاجة. مش وك اوت حتى، حسبي الله ونعم الوكيل. طب تاني واحدة يا رب وك اوت، انا عايز وك اوت بس. مش برضو انا تقريبا الوك اوت يبقى لاعب فوق ال 114 تقريبا يعني، ولا وك اوت يعني 3 تذاكر ولا واحده وك اوت. طب تعالى بص، انا هعرفكم انا بجيب التذاكر منين. انا اصلا لما بفتح الباكج ويطلع لي اللعيبه باجي احطها هنا واجيب تذاكر مره تانية. فتعال كده هنجيب تذكره مره تانية. انا عايز بس اكسب وك اوت قبل ما نخلص الفيديو. وك اوت واحد وهقفل الفيديو وشكرا على كده. انا راضي يا عم بلامين يامال، حسبي الله ونعم الوكيل. 80,000 جوهره وطلع لي لامين يامال بس، حسبي الله. والله في ناس فتحت بدلت التذكره ب 3000 جوهره وطلع لها لعيبه بقى. اغلب الناس اصلا طلع لها بيرلو وطلع لها ديمبلي وطلع لها الناس دي كلها، وانا اشوف حظي. حتى الوك اوت ما بيطلعليش، طلع لي لوكاكو دي تقريبا وك اوت، برضه مش وك اوت. طلع لي انتوني. يعني هتخلي الناس بيطلع لها ديمبلي ومبابي وانا بيطلع لي انتوني. حسبي الله ونعم الوكيل في كفيفه. فخلاص كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده. طبعا كسبنا كل اللعيبه اللي انت شفتها دي، وابرزهم لامين يامال. طبعا هيدخل التشكيله بتاعتنا مكان العويران باذن الله. الفيديو جاي في تفجير الباكات، هتشوفوا وهو موجود في التشكيله بتاعتنا باذن الله. كل يوم خميس هنعمل فيديو تفجير باكات من النوع ده ب 60 70 الف جوهره باذن الله. طبعا انا مش بشحن الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي تجميع وتحويش من جوه اللعبه. لو عايزين نعرفكم ازاي انا بقدر احوش المبلغ ده اسبوعيا، تقدر تقول لي تحت في الكومنتات، وباذن الله في اقرب وقت هتلاقوا الفيديو.